هذا الفوز المثير للمنتخب المصري على نيوزيلندا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، خرج النجم المصري السابق والمحلل الشهير أبو تريكة بتصريحات قوية أثارت تفاعل الجماهير العربية والمصرية بشكل كبير. أبو تريكة لم يخفي سعادته الكبيرة بما قدمه المنتخب المصري، حيث أكد أن الفراعنة أظهروا شخصية قوية جدا خاصة في الشوط الثاني، ونجحوا في قلب المباراة بطريقة رائعة جدا بعد أداء جماعي مميز. كما أشاد أبو تريكة بالنجم محمد صلاح، مؤكدا أن وجوده داخل الملعب يمنح المنتخب المصري قوة إضافية وثقة كبيرة داخل الملعب، وأنه من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أصعب اللحظات. ولم ينسى أبو تريكة الإشادة بالمدرب حسام حسن، حيث اعتبر أن التغييرات التكتيكية التي قام بها بين الشوطين كانت ناجحة وساهمت بشكل مباشر في تحقيق هذا الانتصار. وأكد أبو تريكة أن المنتخب المصري يملك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على الذهاب بعيدا في البطولة إذا استمروا بنفس الروح القتالية والتركيز داخل أرضية الملعب. الجماهير المصرية بدورها عبرت عن فرحتها الكبيرة بعد هذا الفوز المثير، معتبرة أن المنتخب قدم رسالة قوية للمنافسين، وأن القادم قد يكون أفضل بكثير إذا حافظ اللاعبون على نفس المستوى. فهل يستطيع المنتخب المصري مواصلة نتائجه الإيجابية في المباريات القادمة؟ وهل ينجح في تحقيق إنجاز جديد يسعد الجماهير المصرية والعربية بعد الفوز الأول له منذ 90 سنة في كأس العالم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.